لما تبقى حاسس انت مش قادر على اتفه الاسباب بتنفجر، محتاج تعرف الاول 3 معلومات. مفيش مشكله في الدنيا الا وليها حل. مفيش مشكله في الدنيا دائمه كل المشاكل بتنتهي. مفيش مشكله في الدنيا ربنا مستقصدك بيها. فمفيش استقصاد، مفيش شخصنه، مش شخصك المقصود. انت مش معيوب، انت مش معطوب، انت مش مغضوب عليك. 2، مفيش مشكله دائمه، كل من عليها فان، حتى المشاكل بتفنى. رقم 3، مفيش مشكلة إلا وبإذن الله ولها حل عند ربنا سبحانه وتعالى، وده رزق بيرزقه ربنا ليك في الوقت المناسب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في قناتي. اللي لسه مشتركش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له اي فيديو انا بنزله. والناس المشتركه في القناه اول ما تفتح الفيديو ما تنسوش اللايك، لان اللايك هو اللي بيدعم القناه، بيوصلها لاكبر عدد من الناس. حتى لو مش مشتركين بتظهر لهم، اليوتيوب بيعمل لها اقتراحات. النهارده بقى هنعمل كل سنه وانتم طيبين. قلنا نغير شويه في الاكل، مش عارفين نعمل ايه، اكل ايه، وزهقنا وكل حاجه غاليه. النهارده بقى دخلنا على المطبخ السوري كده، وقلنا نعمل عندهم حاجه اسمها الفريكه. الفريكه دي في ناس بتعملها، هم نوعين من السوريين بيعملوها. في نوع بيعملوها زي الطريقه اللي انا هعملها النهارده، وفي ناس تانية بيعملوها بيحطوا معاها رز بسمتي. وانا ان شاء الله هبقى اعمل لكم هعمل لكم الطريقتين ونشوف النتيجه انهي اللي هتعجبكم. بس دي كده اللي انا هعملها النهارده هي اللي بتميل شويه للشعب المصري، لان هو بيعتبر زي فريك باللحمه المفرومه، بس زياده طبعا هم السوريين بيحطوا عليها مكسرات من فوق الوش بعد ما تستوي. احنا طبعا بما ان احنا بنعمل وجبات موفره واقتصاديه، فشلت لكم المكسرات وعملناها باللحمه المفرومه بس. فاول حاجه هنعملها بنجيب كده معلقه زبده حلوه، وبنحط عليها بصلايه متقطعه. وبعد ما بحط البصلايه المتقطعه بجيب ربع لحمه مفرومه. طبعا حابين تكتروا الكميه بيكون افضل. ليه؟ لان انتوا ممكن تاخدوا شويه تحطوه مع الوش بعد ما تستوى الفريكه بتاعتنا. بس انا طبعا النهارده بما اني انا بعملها اقتصاديه فعملتها بربع كيلو لحمه مفرومه. حطيت اللحمه المفرومه كده على البصل، وبدات ان انا اديها تشويحه. بعد ما شوحتها حطيت ملح وفلفل اسود، بهارات لحمه، ال7 بهارات، ممكن تحطوا قرفه، مكعب مرق، اي بقى بهارات انتوا بتحبوها حطوها. هم بيحطوا حاجه اسمها البهار الحلو. البهار الحلو اللي هو ال7 بهارات. وبعد ما بندي بقى تشويحه باللحمه دي بكون عندي طماطمايه كده انا ضربتها في الكبه، او ممكن تقطعوها قطع، وممكن تحطوا فلفل اخضر. انا ما رضيتش احط فلفل اخضر. بديها تشويحه طماطمايه. بعد ما بديها تشويحه ببقى الفريك بتاعي اول حاجه بعملها بغسله غسله حلوه، وبعدين بنقعه في الميه سخنه. فده اللي حصل، انا نقعته قبل ما اشتغل في اي حاجه، نقعت الفريك في ميه سخنه. وبعد بقى ما اعطيت تشويحه للحمه المفرومه والطماطم والبهارات اللي عندي كلها، رحت مصفيه الفريك كده من الميه السخنه، وبدات اللي انا احطه واديله تشويحه. وبعد ما شوحته رحت حاطه له كده كوبايتين ميه سخنه وسبته يستوى مع بعض. دي كده طريقه. في بقى طريقه تانية زي ما قلت لكم بيحطوا فيها الرز البسمتي، بنحطه معاه برضو نفس الوصفه كده. في ناس بتعمل الرز البسمتي لوحده ابيض وتعمل نفس طريقه الفريك دي وتغرفهم على بعض. وفي ناس بتحط الفريك مع الرز ويستوى مع بعض. ودي كانت النتيجه كده بعد ما خلصناها. سبتها بقى اتشربت واستوت. ممكن في اللحظه دي تحطوا بقى مكسرات على الوش، لكن انا عاملاها اقتصاديه من غير مكسرات ولا اي حاجه. طلعت النتيجه حلوه، ريحتها حلوه جدا. تغيير، ممكن تقلوا جنبيها بطاطس، ممكن تعملوا جنبيها سمبوسك، ممكن تخلوه طبق اضافي لو عندكم ضيوف تعملوه جنبه. فالفريكه دي من الاكلات السوريه الحلوه قوي. في كمان بيعملوا هم السوريين بيعملوا اللبن ده اللي هي الزبادي، بيعملوها بيخففوها شويه وبيحطوها على الفريك وياكلوه. او ممكن تعملوا سلطه زبادي اللي هي الطحينه والزبادي اللي هي الخيار والزبادي وسن الثوم،
ونعناع بتبقى حلوة جدا برضو لما بتتاكل مع الفريك. فكل دي احنا بنعمل وصفات كده جديدة وتبقى تغيير شوية عن المطبخ المصري، وفي نفس الوقت بتبقى اقتصادية جدا. يعني انا ما كلفتنيش غير ربع كيلو لحمة مفرومة. وزي ما قلت لكم لو عندكم ضيوف ممكن تجيبوا شوية سوداني تحطوهم على الوش، تجيبوا لو عندكوش مكسرات ممكن تحطوا شوية مكسرات على الوش. فيبقى احنا تغيير وعملنا صنف جديد وعملنا حاجة جديدة وطعمها حلو، اي حد هيجي عندك هيتعجبه. وان شاء الله هعملها لكم برز البسمتي، واستنوا الوصفات لسه مكملين. كل سنة وانتم طيبين، مع السلامة.